تعال اقول لك على الاسباب الحقيقيه اللي خلتني اشتري عقار في دبي. واللي حمسني على الموضوع ده الناس اللي كانت تكتب لي في التعليقات طالما الدنيا حلوه كده والارباح كتير ليه ما بتشتريش انت وخلاص. وبالفعل فكرت انا ليه ما اشتريتش لحد دلوقتي، ليه ما اشتريتش طالما في فرص كتير حلوه وانا متاكد وواثق من سوق العقارات في دبي. وبالفعل وقد كان اشتريت والحمد لله بدل العقار 2. لو عاوز تعرف ليه اشتريت كمل معايا الفيديو للاخر. اول حاجه ايماني في رؤيه دبي 2033. المفروض ان عدد سكان دبي حاليا هو 3.5 مليون نسمه، لكن رؤية 2033 هتبقى دبي 7.5 مليون نسمة، يعني 4.5 مليون زيادة محتاجين دبي تانية على دبي الموجودة حاليا، ببيوتها بمحلاتها بمولاتها بمستشفياتها بمدارسها بالمترو بالمطارات. بس اقعد وتخيل انت ازاي هيكون الوضع في دبي 2033. انتوا متخيلين ان القطاع السياحي في دبي دخلها سنة 2022 14 مليون سايح، والمتوقع ان الرقم ده يوصل ل 20 مليون سايح سنة 2025، يعني بعد سنة واحدة بس. تخيل معايا 20 مليون سايح في السنة، يعني محتاجين كام ليلة فندقية؟ لو قلنا كل شخصين واحد ومراته هيقعدوا في غرفة فندقية، يعني محتاجين 10 مليون ليلة فندقية. واللي بيكون موجود في دبي في الهاي سيزون واوقات راس السنة بيشوف بنفسه ان في غرف فندقية عادية جدا بيوصل سعرها في اليوم لل1000 درهم ولل2000 درهم. غرف عادية يا جماعة، احنا ما بنقولش على برج العرب ولا الاطلانتس. يعني لو اتأجرت 70 يوم في السنة الغرفة بتاعتك عملت 10% ارباح صافي سنويا. ثالث حاجة الرؤية الاقتصادية والخطط الاقتصادية والتنموية القوية اللي دبي ماشية عليها على محاور كتيرة جدا في معظم المجالات زي المحور الصناعي والزراعي والتجاري والتكنولوجي. رقم 4 الرؤية والاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تخيلوا ان في هنا وزارة اسمها وزارة الذكاء الاصطناعي، تخيلوا دي بتشتغل في ايه ولا بتخطط في ايه ولا الاوتكم بتاعها ايه. خامس حاجة بقى والأهم الأمن والأمان، ودي من أهم الأسباب يا جماعة اللي بتخلي الناس بتيجي من أوروبا وأمريكا وأثرى أثرياء العالم تفكر إنها تنقل وتعيش هنا في دبي. سادس حاجة خط المترو الجديد اللي هيجي من مطار آل مكتوم لدبي كريك هاربر لميدان GVC انترناشونال سيتي دبي لاند. تخيلوا ده هيعمل ايه في السوق وهيعمل ايه في اسعار العقارات اللي في المناطق دي. في كمان مشروع كل المستثمرين وكل الناس عينيها عليه، مشروع كازينو دبي، والتعاون اللي حصل ما بين شركة وصل واهم 4 شركات عالمية في صناعة الترفيه والفنادق في لاس فيغاس. المشروع ده هيدي دفعة لدبي لأكتر من 10 سنين من الشغل والبيع والاستثمارات وطلب زيادة على العقارات. وبالتأكيد موضوع ان مفيش وقت ندرس المشروع او نفكر في اللونش امتى وبينزل وبيخلص في يوم واحد والطرح امتى هينزل، لدرجة ان في ناس لما بتيجي تشتري ما بتفكرش هي بتشتري ايه، هي بس تبقى عاوزة اسمها يبقى موجود في المشروع دوت وتحجز اي يونت في المشروع ده. طبعا كل الاسباب دي خلتني اخد القرار واشتري وانا مطمن. لو انت كمان محتاج اي مساعدة او استشارة اتصل بيا او اكتب سؤالك في التعليقات واحنا هنجاوبك.